انا عن جد تعبت يا راعي الله. ويا مساء الخير صبايا واهلا وسهلا بكل حدا عم يشوف الفيديو. ورجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد. اليوم الفيديو هيك طلعت غير جو، او راح اخدكم معي مشوار لحتى نغير نفسيتنا اللي صايرة عن جد انه يعني عن جد انا مصدومة عن جد مصدومة عن جد. أما بما انه فقنا الصبح واول شي بلشنا بتحضير الفطور، فتأكدوا 100% انه هذا هو يوم العطلة، لاني انا مستحيل في مباشرة اعمل فطور الا بيوم العطلة. ففقت اول شي بدي احضر فطور، بدنا نطلع من البيت، في كتير شغلات رح نعملها ضمن الفيديو سوا. اول شي كنت عم جهز الفطور، يعني بتعرفوا انه حطيت هيك شوية حواضر الموجودة بالبيت. يعني كيف بدي لكم، ما بعرف شو بدي احكي، عن جد كتير مالة، كتير ضايق خلقي، كتير مزعوجة، كتير متضايقة. هلا خلونا بالفيديو بعدين بحكي لكم ليش، شو هي الأسباب. بس بدي أسألكم سؤال، حدا بيعرف هيك طريقة نعرف الناس إذا كانوا قرايبيننا عم تابعونا ولا لأ؟ بدي أحذرهم كلهم، لأنه هاي هون هيك شكل الفطور، شوايز جبنة وحطيت من الحواضر يعني زعتر وجبنة لبنة زيتون هذا ودبس صلصة، هاي بيقولولها ما بعرف شو، وهدول الشغلات. هلا بالنسبة لإلي يعني جد ما بحب الفطور أبدا ولا بحب وجبة الفطور، بس هاي الجبنة المشوية هي اللي بتشجعني إني هيك آكل كل ملقمة. بخصوصي لما بنكون بدنا نطلع من البيت، ونحن بنطلع بالبيت وقت متأخر، فإنه بضطر بدي آكل غصب عني، لأنه بدي أطلع من البيت وبدي نتأخر شوي بالعشاء. هون أول شي نزلنا على منطقة مو منطقة فندق زادة. زوجي كان بده يبدل تليفونه، فاول شي رحنا انه هيك نحن بالطريق رايحين على منطقة فندق زادة، في محل بيتعامل معه من شان التليفونات وهدول الشغلات، فكان رايحين عليه. هو المحل عن جد انه معاملتهم ما بها شي، يعني انه معاملتهم حلوة، يعني مجربينهم قبل بمرة. فهون وصلنا عند المحل، احلى شي انه ابني بده تليفون، كل شوي يقول له بابا جيب لي تليفون، بابا جيب لي تليفون. وانا كمان كنت عم اتفرج على الاكسسوارات تبعون التليفونات، انه بدي اجيب اكسسوارات لتليفوني. بس هن ما بيتعاملوا غير بالايفون. انا بالنسبه لي انا والايفون ابدا ما نصاحبه، ما بحبه ابدا ابدا. ما بعرف ليش، يعني اول شغله غالي على الفاضي، ويعني وحتى استخدامه كتير كتير صعب استخدام الايفون. هون كمان كنت عم اتفرج على الساعات الذكيه. بعدين اكتشفت انه نفس الساعه اللي عندي، بس انا كان جاي على بالي يغير لها هذا الجلد تبعها. الجلد اللي عجبني ما كان يعني ما كان بينباع لحاله، انه هاد بينباع ضمن الساعة. انا نفس ساعتي شو بدي اعمل؟ يعني بدي اعمل هيك مجموعة ساعات كلياتهم نفس الشي. على سيرة الساعات وكلهم نفس الشي، انه عن جد هذا هوس الشراء عند الناس، انه نحن بس بدنا نشتري يعني. هذا مرض انتوا بتعتبروه، انا عن جد بعتبره مرض. هلا عن جد انا من الناس انه بشتري الشغلات اللي بتلزمني، يعني الشي اللي انا بحاجته. ما بحب هذا تجميع الاغراض والكركبة وهيك. يعني انا هاي مثلا قوم اجيب لي 70 80 الف نوع فناجين بس مشان شكل ونوع فيه وبالاخير استخدمه ولا لا، او جيب لي مدري شو. وانا ما بحب، انا ما بعرف، بحسها مرض. هون بعد ما خلصنا من التليفونات وما مشي الحال بصراحة يعني. التليفون اللي بده اياه زوجي ما كان موجود للاسبوع الجاي قالوا له، فجينا نتعشى ورجعنا على المحل اللي اكلنا عنده الاسبوع الماضي، اللي قلت لكم عنه كتير طيب. عن جد رجعنا لعنده مشان نتعشى. واحلى من هيك كان انه المطعم عن جد الحلو مو حلو. انا بالنسبه لي ما بعتبره حلو. يعني تخيلوا انه نحن قاعدين بالمطعم، سمعنا خصوصيات الناس كلياتها، كل واحد قاعد عم يحكي مشكله، لا وبيحكوا بصوت كتير عالي. يعني الطاوله اللي جنبنا يمكن ما في مشكله صايره معهم الا ما عرفنا شو هي. وهون بعد ما رجعنا الولاد كان جاي على بالهم ياكلوا ايس كريم، فرحنا على هذا المحل. كنا واقفين هيك، كان واقف هيك زوجي عم بيسألني إذا بدي آخد شي حلو ولا لأ. أنا بالنسبة لإلي بعتبر بالصيف عن جد ما بيتاكل حلويات أبدا أبدا. ما بحس إنه كتير مقبولين، يعني إني نقعد وناكل حلو هيك. بحس الحلو أكلة شتوية، عن جد بحس أكلة شتوية بامتياز. هلا هو عن جد شكل الحلو كتير مغري وكتير بشهي وكتير بيقلك إنه انه هيك جنب فنجان القهوة وما بعرف شو.
بس إنه أنا عن جد ما بتقبّل، يعني بالدنيا لمّا بتكون الجو صيف وهيك في كتير شغلات أنا مستحيل أتقبّلها، فوقّفنا ضلينا تقريبًا شي نُص ساعة واقفين إنه عم يسألني بدِّك، بالأخير قُلت له لأ ما بدي، أخدنا آيس كريم، أنا أخدت على مانجو، الولاد أخدوا حليب وكراميل واللي أخد كرز. أنا بالنسبة لإلي عند هذا المحل كتير بحب البوظة على مانجو. وهون بقى صار بدنا نرجع على البيت أو ما بدنا نرجع على البيت، هلا بتعرفوا وين بدنا نروح. وقفنا أول شي أخدنا الترام، بعدين أخدنا المترو ورحنا على منطقة بيتنا. يعني الحلو إنه بهاي المشوار عن جد إنه كتير حلو إنه نحن ما كتير بنتعذب، يعني بتحسوا المواصلات كتير سهلة بعكس غير مناطق. ففي مناطق عن جد بتكون كتير بعيدة والمواصلات اللي فيها صعبة، نحن لا بس بناخد الترام وبناخد المترو. هلا هون بعد ما وصلنا على المنطقة ابني كان عم ينق بده يروح على الحديقة، ومع اني الوقت تأخر يعني تقريبا صارت الساعة 12 بالليل، الا بده يروح ونحن عم نمزح. هلا نحن بدنا ناخده يعني انه هي قريبة من البيت وهيك فما في مشكلة، فنحن كنا عم نمزح معه ونقول له انه ما حناخدك بدنا نروح على البيت وهيك، وهو مزعوج ومقهور ولا. واحلى شيء هلا اسمعوا شو بيقول له لابوه، يعني عن جد هاي الكلمة بيقول له يا هلا ابو. كل يوم بس يجي ابوه بقول له بابا خدني على البحر، بقول له ليش ايش بدك تعمل بالبحر؟ فاسمعوا شو هو بيكون جوابه لما بيقول له لابوه خدني على البحر. يا جود، لقب فرفور جنبه مغفور، بده يسقط من عند خالتك يصير لإلك، شو رأيك؟ اه يعني بدها تبطل خالتك فرفور جنبه مغفور. هون كنا رايحين بدنا ناخد الأولاد يلعبوا. أحلى شي إنه ابني بيرك عم يحكي له لأبوه إنه هو كيف جاي على باله يقضي الصيفية، إنه أنا بدي أروح لهون وبدي أروح لهون. وأنا كنت عن جد عم أقول له ليوسف إنه أنا عن جد جاي على بالي أروح على يلوا، فإن شاء الله هيك نعملنا شي نهار زيارة لهنيك ونقضي لنا نهارين حلوين. وين؟ أوكوبار؟ أكواريوم مو أوكوبار. اتفقوا في اللعبة دور واحد. لا شوفيه لا تبغوا شنو الزاوية؟ انت سمعت لي شوفيه هذا الأوكوبار تبعه؟ في زحميطات. لا يجي في شعب ما تعرف. هو ما جود يا جود 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 بس احكي معي. جاب جاب. اجلس يلا أما. طب هلا انت بدك تلعب، انا شو بدي اعمل؟ انتي تبكي. هلا انا هيك بدي اضل بيركة بس؟ انا معي قهوة لاشرب قهوتي. انتي المساعدات. بابا لا احلى شيء بدي بقعد وبيوزع علينا المهام انه شو بدنا نعمل. ماما تشرب قهوة، بابا جيب لها قهوة للماما، وهو بده يلعب اخواته لازم يرجحوه او ينتبهوا عليه. هون كان طلعوا هي الزحنيطة على قولته طلعوا ما اعلاها ما شاء الله، بيطلع عليها كلها لحاله مع انه طلعتها كتير كتير صعبة. واحلى شي هدول اهل البوالين عن جد انا كتير بحبهم، سبحان الله بتحس انه في شغلات بتتعلق بقلب الانسان بتضل من الطفولة. وأنا هيك عن جد يعني ما فيني أمسك حالي بالألعاب والحديقة وهدول القصص، فكمان بروح بلعب مع الأولاد. وهيك قضينا نهار كان عن جد يوم ممتع. تسلينا شوي، غيرنا جو، غيرنا نفسيتنا، وحبيت شارككم معي. لهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو ولنهاية اليوم. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك. بحبكم كتير، بشوفكم بفيديو جديد ويوم جديد. سلام.